السلام عليكم دكاترة المستقبل، معكم أيمن عبد الله، ومعادنا النهارده مع مراجعة ليلة الامتحان الفصل الثاني النقل في الإنسان. زي كل حصة التركيب والوظيفة بتاع التركيب ده. طيب أنا عشان أعمل نقل في الإنسان محتاج أنه جهاز أدرسه في الإنسان، الجهاز الدوري والجهاز الليمفاوي. عشان نشتغل على الجهاز الدوري اللي قدامنا، عارفين إن الجهاز الدوري بيتكون من قلب وأوعية دموية والسائل اللي هيمشي في الدم. يعني عندك حضرتك أوعية يمشي فيها السائل، القلب يدوس على السائل ده يعمل ضخ للسائل. إذا أنا ينفع نقل أي حاجة من الجسم عن طريق الدم عشان يمشي في الأوعية ونسرعه بواسطة القلب. آدي رسمة القلب وآدي رسمة الأوعية وآدي إزاي يمشي في الجسم. تعال ناخدهم واحدة واحدة. لو هنعتبر ان هو ده القلب، طبعا هو مش بالشكل ده، بس لو هنعتبر ان ده القلب، احنا بنقسمه نصين بالطول، فاصبح الجنب اللي ناحيه ايمن بيبقى جنب ايمن، والايسر اهو عكس ايدك، يعني كانه شخص بتشرحه بتبص له، فانت بتبص على ايده اليمين وعلى ايده الشمال، فده كده الجنب الايمن. بنقسم بقى بالعرض، فاصبح معانا 4 غرف، دي بنسميها اذين ودي بنسميها اذين عشان بيبقوا ناحيه الاذن فوق، وده بطين وده بطين. يلا يا دكتور، يلا يا دكتوره، ده اذين ايه؟ ايمن. ده بطين ايه؟ ايمن. اذين ايسر، بطين ايسر اهم. شوف حضرتك انا مقسم لك البيانات 4 أربعات. اول حاجه البيانه دي اهي، هي دي الاذين، اذين ايمن ولا ايسر؟ ايمن. شاطر شاطره. وده بطين ايمن. لو جات لك رسمه القلب في الامتحان لازم أن تحدد الاول الاذينين والبطينين وبعد كده نشوف بقيه التفاصيل الثانيه. طيب وده بطين ولا اذين؟ بطين. شاطر. ايمن ولا ايسر؟ ايسر. طب وده اذين ايسر. طيب كده خلصنا الاربع بيانات بتاعت الاذينين والبطينين. طيب وظيفه الاذين ده انه يستقبل دم، وظيفه الاذين ده انه يستقبل دم. اللي بيجيب دم اسمه وريد، اللي بيجيب دم القلب اسمه وريد، فاصبح ده وريد ده وريد. يبقى وظيفه الاذينين يستقبلوا من الوريد. فين الاورده هنا يا دكتور؟ اهو، ادي في وريد اهو وادي في وريد اهو. يبقى نكتب هنا كده وريد، وده كده هنسميه برضو وريد. يبقى وظيفه الاذينين يستقبلوا الدم عن طريق الاورده. طيب اصبح بقى باقي البطين، باقي البطين، البطين ده بيطلع دم والبطين ده بيطلع دم، والمواسير او الاوعيه اللي بتطلع دم بنسميها شرايين. يبقى حضرتك ده وده شرايين، طلعهم بقى هنا، ادي بطين بطين، يبقى ده كده شريان، ده شريان، يبقى رقم 6 شريان، رقم 7 شريان. كده يا دكتور خلصنا كام بيانه؟ 8. 4 غرف اللي هم اذنين بطينين، و4 اوعيه دمويه رئيسيه اللي هي الاورده والشرايين. طيب حضرتك القلب الدم بيمشي فيه في الوريد ده، ثم الاذين، ثم البطين ده، ثم الشريان ده، يعني الجنب اليمين شغال لوحده والجنب الشمال لوحده كاتجاهات دم. حضرتك احنا عايزين نحافظ على الاتجاه، فحكمه ربك بقى احنا موجود هنا صمام، حاجة شكل معين بيخلي الدم يمشي كده وما يرجعش. كذلك برضو هنا في صمام يخلي الدم يمشي كده وما يرجعش. إذن غصب عن الدم لازم يمشي في الوريد ثم الأذين ثم البطين ثم يطلع في الشريان. حضرتك عشان ما يرجعش برضو في صمام هنا عشان ما يرجعش، وكذلك هنا وريد لازم يروح الأذين ثم البطين ثم الشريان، برضو في صمام هنا. يبقى عندنا 4 صمامات أهم. ادي صمام 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 صمام. الصمام ده بنسميه صمام ثلاثي الشرفات، والصمام ده بنسميه صمام ثنائي الشرفات. او بنسميه صمام مترالي. الصمام ده بنسميه صمام هلالي، الصمام ده بنسميه صمام هلالي. كده احنا عملنا 4 بيانات تانيين اللي هم الصمامات. يبقى عندنا 4 غرف، 4 اوعيه، 4 صمامات. جميل جدا. بص بقى يا دكتور، القلب ده عايزين نعرف هو مودي فين وجايب منين. البطين ده هيبقى فيه ثاني اكسيد الكربون، لسه هشرح لك الكلام ده في الدوره الدمويه. ثاني اكسيد الكربون بيروح على الرئتين، اذا الشريان ده رايح على الرئتين فبنسميه شريان رئوي.
وبعد كده هناخد الدم ده نرجعه هنا، يبقى الوريد اللي جايب الدم من عند الرئه بنسميه وريد رئوي. يبقى هنا كده في اكسجين، لان احنا واحنا ماشيين هنا عملنا عمليه التبادل. الكلام ده هنشرحه في الدوره الدمويه حالا. حضرتك بقى هناخد الدم اللي فيه اكسجين نطلعه للجسم، يبقى الشريان ده اكبر شريان في الجسم بنسميه شريان اورطه او شريان اورطي او بنسميه الشريان الابهر. طيب هنودي للجسم ثم نرجع في ده بنسميه وريد اجوف، بس في واحد بيبقى جاي من فوق بنسميه وريد اجوف علوي، وده وريد اجوف سفلي. كده احنا عرفنا ان ده رئوي وان ده اورطه. اذا الصمام الهلالي ده هنسميه هلالي رئوي، والصمام ده هنسميه هلالي اورطه. كده احنا خلصنا البيانات دي، بس باقي بس فكره صغيره، هو ان احنا عايزين نشغل عضلات الاذينين. لو اعتبرنا ان دول اذينين وعضلات البطينين عايزين نشغلهم، فاحنا لازم نشغل الاذينين مع بعض بحيث انه يضخوا الدم ناحيه البطينين، وبرده كذلك عايزين نشغل البطينين مع بعض بحيث انه يضخوا الدم للجسم. بس الفكره بقى في برمجه القلب، لازم نشغل الاذينين الاول ثم البطينين. فحكمه ربك ان اللي بيدي امر للاذينين حته عقده عصبية موجودة في القلب، مش المخ اللي بيدي امر انه يشتغل، لا هو نفسه بيدي امر لنفسه. والدليل على ان هو لو اتفصل من الجسم يفضل شغال لمدة وقت صغير جدا. يبقى حضرتك العقدة دي تدي اشارة للعضلة دي واشارة للعضلة دي في نفس الوقت، فالاذينين ينقبضوا فالدم ينزل للبطينين. محتاجين بقى نشغل البطينين في نفس التوقيت، الاتنين مع بعض في نفس التوقيت عشان يطلعوا الدم للجسم. يبقى احنا محتاجين عقدة تانية نفرع منها خلايا، والخلايا دي تنبه العضلات دي وتنبه العضلات دي في نفس الوقت، فيعملوا انقباض البطينين في نفس الوقت. يبقى الاذنين لازم ينقبضوا مع بعض في نفس الوقت والبطينين مع بعض في نفس الوقت. السؤال بقى مين فيهم اللي ينقبض الاول؟ الاذينين. يبقى اذا العقده دي هتدي اشاره للاذينين ثم تدي اشاره للعقده الثانيه، فالعقده الثانيه تشغل البطينين. طب انا عايز بقى اكتب البيانات الجديده اللي هي الخضراء ديت معايا هنا. حاضر. حضرتك هنقول ان هنا كده في عقده اللي هي مشغله الاذينين وهتشغل العقده الثانيه بنسميها عقده جيب أذينية. وفي عقدة تانية بين الأربعة دول بس احنا بنميلها شوية ناحية الجنب ده بنسميها عقدة أذينية بطينية علشان هي بين الأذينين والبطينين. هيبقى في منها سلوك تفريعات ماشية وبتتفرع كده عشان تغذي كل عضلات البطينين. الحته اللي بين البطينين دي بنسميها الياف هس طبقا للمنهج بتاعنا، وده بنسميها حزمه بريكنج طبقا للمنهج بتاعنا. كده حضرتك احنا عندنا 4 بيانات جداد، يبقى قدامك على الرسمه دي 16 بيانه، ممكن كمان نزودهم نحط كمان هنا وريد اجوف علو اجوف سفلي يبقى نقول عليهم 17 بيانه، ممكن نخليهم 18. ان الغشاء اللي بيحيط القلب كله اسمه غشاء التامور، وده بيحمي القلب وبيسهل حركته ويخليه يشتغل براحته لان هو حاميه من بره. البيانات دي عشان نحفظها بسهوله هم 4 أربعات، 4 غرف، 4 اوعيه دمويه، 4 صمامات، 4 بيانات للنبضه. كده احنا خلصنا القلب. حط لي كده، ده كده التركيب. حط لي بقى الوظيفه بتاعته. القلب وظيفته انه بيضخ الدم من عنده الى الجسم ومن الجسم له، يعني بيسرع الدم، وده بنسميها دوره دمويه. وده اللي هنشرحه هنا حالا. بس قبل ما نشرحه تعالى نعرف معلومه صغيره هنا كده اللي هي الاوعيه اللي احنا بنمشي فيها السائل. يعني مثلا ده شريان، ده وريد اهو. حضرتك احنا عندنا ماسوره اهيت، وعاء دموي اهوت بيتفرع عشان يوصل لكل حته في الجسم لغايه ما يعمل تفريعات صغيره جدا، وبعد كده التفريعات دي بتتجمع وترجع في الماسوره دي. يبقى احنا لو اعتبرنا ان مثلا القلب موجود في المكان ده وبعتنا الدم كده، بعتنا الدم من القلب شريان ولا وريد؟ شريان، ده اللي اتفقنا عليه هنا. وحضرتك هنودي الدم كده ونبدا نفرعه عشان يوصل للجسم، هنجمع بقى الدم ونبعته كده في وريد. يبقى اذا جاي من القلب يبقى ده شريان، وراجع للقلب يبقى ده وريد. حلو. طب واللي في النص دي التفريعه دي بنسميها شعيره. يبقى الف شريان، ب وريد، ج شعيره بناء على الاتجاهات. تعالى بقى يا دكتور، انا جبت لك وعاء دموي من دول او ده وقطعته لك قطاع عرضي، ونبدا نبص على الطبقات بتاعته. ده اللي عملناه حالا هنا، عملنا هنا، عملنا هنا. تقدر يا دكتور تطلع فرق ما بين ده وما بين ده؟ بص حضرتك، هي الفروق اهي
ما بين ده وده وده، بس انت من خلال الشكل حضرتك ملاحظ ان ده 3 طبقات وان ده 3 طبقات وان ده طبقه. بص يا دكتور، ده هنقول عليه شريان وهقول لك ليه، ده هنقول عليه وريد وهقول لك ليه، وده شعيره وهقول لك ليه. ده 3 طبقات، ده 3 طبقات، ده طبقه واحده. حضرتك ال3 طبقات دول في فرق عنهم في ال3 طبقات دول. ايوه، الطبقه اللي في النص ديت اللي هي بنسميها عضلات اتخن من دي. يبقى يا دكتور الطبقه اللي بره هنا اللي بنسميها طبقه خارجيه او بنسميها ضامه، زي الطبقه الخارجيه هنا بالظبط. طبقه العضلات اللي هنا مختلفه شويه عن طبقه العضلات اللي هنا، كبرت اكتر. اذا سمك ال3 طبقات دول مش زي السمك ده، مين فيهم ارفع؟ الوريد. طب حضرتك بالنسبه للطبقه اللي جوه اللي بنسميها الطبقه الطلائيه، نفس بالظبط الطبقه اللي موجوده هنا الطلائيه. طيب الشعيره بقى الدمويه، الطبقه دي طلائيه بس. ليه مش 3 طبقات؟ اصل احنا بناخد مواد كيميائيه من الشعيره نطلعها بره وبنجيب من بره لجوه، اذا محتاجين طبقه واحده بس مش كذا طبقه. طيب دكتور حضرتك انت السمك مختلف على السمك عشان في عضلات في عضلات. ليه بقى حكمه ربك ان في عضلات هنا في الشريان؟ عشان تعمل عمليه نبض، عشان تسرع الدم. طيب هنا كده معناه ان مفيش عضلات، معناه ان ده مش نابض. يبقى تعالى كده يا دكتور، مين فيهم عنده ضغط عالي؟ يعني مين فيهم نابض شغال بقوه؟ ده. يبقى حضرتك الضغط العالي في الشريان. كده خلصنا ده، والضغط الواطي في الوريد عشان ما عندهوش نبض. طب بالنسبه لاتجاه الدم، حضرتك ده بيروح للقلب، لكن ده جايب من القلب. سوري، ده طالع من القلب. ده الشريان طالع من القلب، وده الوريد مودي على القلب. طيب بالنسبه بقى للشعيره، الشعيره جايبه من الشريان للوريد، من الشريان للوريد، يعني قبلها هنا كده في شريان وبعدها هنا كده في وريد، زي ما عملنا هنا اتجاه الدم من الشريان الى الوريد. طيب كده عرفنا اتجاه الدم. بالنسبه بقى للاكسجين وثاني اكسيد الكربون، المفروض ان الشريان يبقى مليان كله اكسجين، والمفروض ان الوريد مليان كله ثاني اكسيد الكربون. بس في حالات شاذه، كل شرايين الجسم فيها اكسجين ما عدا الشريان الرئوي، وكل اورده الجسم فيها ثاني اكسيد الكربون ما عدا الوريد الرئوي. كده احنا خلصنا الحته دي. مين في بقى عضلات اكتر؟ اكيد الشريان. لما يكون في عضلات اكتر اذا هو نابض، يبقى احنا كده عرفنا ان العضلات ليها علاقه بالنبض. بما ان هو بقى فيه عضلات اكتر يبقى السمك اخباره ايه؟ اكتر. يبقى احنا عرفنا ان ده سمكه اكتر من ده. طب بالنسبه للقطر مين اوسع؟ المسافه دي كده اوسع، المسافه دي ضيقه علشان حضرتك تساعد في انطلاق او اندفاع طبقا لقانون الضغط في الفيزياء. يبقى عرفنا كده القطر. كده احنا قارنا ما بين ال3 سريعا. محتاجين بقى نعرف وظيفه الشريان. قلنا بينقل الدم من القلب للجسم، عايز نعرف وظيفه الوريد، بينقل الدم الى القلب. طب تعالى بقى هنا، الكلام ده مهم جدا جدا للثانويه العامه سواء كان في مصر او في البلاد التانية. العنوان ده في غايه الاهميه ومطلوب جدا جدا جدا. نركز بقى مع بعض. ده كده يا دكتور القلب، وده الجانب الايمن وده الجانب الايسر. طبعا رسمته مش كده بدقه، بس نعتبر ان هو بالشكل ده: اذين ايمن بطين ايمن، اذين ايسر بطين ايسر. بص يا دكتور، هنا كده في ثاني اكسيد الكربون، هنا في ثاني اكسيد الكربون، يعني دم غير مؤكسج. وهنا كده في اكسجين، اكسجين دم مؤكسج. معنى كده ان احنا خرجنا الدم من هنا ودانا للرئتين. يبقى حضرتك احنا بعتنا الدم الغير مؤكسج عن طريق الشريان الرئوي ودانا للرئتين. حصل في الرئتين عملية تبادل، بدلنا ثاني اكسيد الكربون باكسجين، يعني عملنا عملية اكسجة الدم. طيب حضرتك بقى هنضطر ناخد الدم من هنا في وردين، وناخد الدم من هنا في وردين. يبقى حضرتك عندنا 4 أوردة جايين من الرئة، فبنسميها أوردة رئوية شايلة طبعا أكسجين عشان احنا عملنا عملية تبادل هنا. يبقى أصبح بس فكرة ان انت نقلت الدم من الجنب الايمن للرئتين ترجعته تاني للجانب الايسر، لفيت كده لفة ورجعت تاني، بنسميها دورة. هدفها انها بس تشيل ثاني اكسيد الكربون اللي في الدم وتحط مكانه اكسجين، ودي هنسميها دورة رئوية.
او بنسميها صغيره لان المسافه اللي خدتها مسافه صغيره ما بين القلب والرئتين والقلب. دي بنسميها دوره رئويه هدفها اكسجه الدم او التخلص من ثاني اكسيد الكربون. ركز معايا يا دكتور، ركز معايا يا دكتوره. حضراتكم احنا كده بقى معانا اكسجين، محتاجين بقى نوصله للجسم كله، يعني نوصله للراس والرقبه والذراعين، كل ما هو فوق القلب، ونوصله لكل ما هو تحت القلب. يبقى محتاجين حضرتك الاورطه ده طبقا للمنهج بتاعنا بتاع الثانويه العامه، محتاجين حضرتك نفرع فرع لفوق ونفرع فرع للجماعه اللي تحت دول. يبقى حضرتك واحنا بقى ماشيين نبعت بقى فروع كتيره للجماعه دول، نبعت فروع كتيره. كل ده بنسميه ايه بقى؟ بنسميه شرايين، وكل دول بيبقى فيهم اكسجين. طيب يبقى كده الشريان ده اللي سميناه اورطي او اورطه، فرعنا فرع فوق فيه اكسجين عشان اللي فوق القلب ياخد الاكسجين، وفرع تحت لاجزاء الجسم اللي تحت القلب زي مثلا الجهاز الهضمي والرجلين كعضلات وكعظم، والجهاز البولي والجهاز التناسلي، وفرنا لهم اكسجين. طيب بما ان احنا وفرنا لهم اكسجين وهم يستخدموا الاكسجين طبقا للفصل الثالث ان شاء الله اللي هناخده في الفيديو اللي جاي، حضرتك هيستهلك الاكسجين، فهنضطر ناخد منهم ثاني اكسيد الكربون، فناخد من الجماعه دول ثاني اكسيد الكربون، ناخد من الجماعه دول ثاني اكسيد الكربون، ناخد من الاستاذ ده ثاني اكسيد الكربون، نجمع بقى كل الجماعه دول ونرجعهم بقى للقلب، بس نرجعهم في الوريد اللي تحت بنسميه وريد اجوف سفلي وفيه ثاني اكسيد الكربون. طيب حضرتك بقى هنجيب برضو ثاني اكسيد الكربون من فوق هنسلمه للوريد ده، فبنسميه وريد اجوف علوي، وده بنسميه وريد اجوف سفلي. طيب جميل. الدوره دي بقى شامله الجسم كله، فبنسميها حضرتك دوره كبرى. طب اللي فوق دي بنسميها دوره ايه؟ بنسميها دوره صغرى. ينفع بقى نسمي دي اسم تاني؟ بنسميها دورة جهازية عشان بتلف على أجهزة الجسم كلها ما عدا الرئوية. طيب حضرتك احنا خلاص خلينا الدم يتأكسج بالدورة ديت، وخلينا الدم يسيب الأكسجين ويجيب ثاني أكسيد الكربون بالدورة الكبيرة. حضرتك بقى لاحظت حاجة، إن في وريد هنا هوت بدل ما يروح يصب في القلب مباشرة، راح خد الدم اللي موجود هنا وراح يصب في الكبد. ليها حكمة، ان حركة الغذاء اللي موجود هنا في مشكلة، مثلا في سكر زيادة، في احماض امينية زيادة، اي حاجة بقى اكل انت واخده، او في مواد سامة، فهنضطر نبعته على الكبد عشان نعمل عملية ترشيح للكبد. ترشيح في الكبد يعني معناه ان احنا ننظف الحاجات اللي موجوده هنا، او نخزن او نكسر ماده ملهاش عازه، وبعد كده نودي الدم مظبوط الى القلب عشان يبعته للجسم كله. يبقى الكبد مهم جدا، وبناء عليه بنسميه بوابه الجسم. مفيش حاجه بتخش الجهاز الهضمي الا تقريبا بتعدي، طبعا في حاجات ما بتعديش على الكبد بس هتعدي المعظم عن طريق الامعاء ثم الوريد ده ثم الكبد. المفروض ان اي عضو من دول او من دول اللي داخله بنسميه الشريان طبقا للكلام، طبقا للعضو اللي داخل. يعني مثلا ده بنسميه شريان كبدي، وده مثلا بنسميه شريان معدي او شريان معوي او شريان بنكرياس او شريان الطحال، وفي شريان العضلات مثلا وشريان الجهاز التناسلي. كل واحد من دول بنسميه شريان طبقا للمكان اللي رايح منه، وكل واحد من دول بنسميه وريد طبقا للمكان اللي جاي منه، زي وريد كلوي او وريد تناسلي او وريد عضلات او عظام وكذلك. وهنا مثلا بنسميه وريد كبدي. ده بقى المفروض نسميه أوردة للأماكن دي، بس الأوردة الأماكن دي كلها اتجمعت وصبت في ده، فده بنسميه وريد بابي كبدي، يعني قبل الباب بتاع الكبد، وده الوريد اللي بعد الكبد. يبقى حركة الأكل هيجي من هنا يعدي على الباب الكبدي، يترشح في الكبد، ثم وريد كبدي، ثم حركة وريد أجوف سفلي، ثم القلب. دكتور كده بقى عندنا دورة ثالثة أهو. ده الدورة الثالثة دي معناها ان حضرتك لا تبع الكبرى ولا تبع الصغرى. ليه مش تبع الصغرى؟ لان هي مش من القلب للرئه ولا من الرئه للقلب. مش تبع الكبرى عشان هي مش من القلب للجسم ولا من الجسم للقلب. دي تبع الكبد بس، من الجسم للكبد ومن الكبد للقلب. يبقى دي بقى دوره ثالثه هنسميها دوره كبديه. دوره كبديه هدفها ايه؟ هدفها ترشيح الغذاء. طيب في سؤال، هل في دورات تانية؟ بص يا دكتور،
طالما حضرتك الوعاء من القلب للرئه، من الرئه للقلب، يبقى رئويه. من القلب للجسم، من الجسم للقلب، يبقى جهازيه. من الامعاء للكبد، ومن الكبد للدوره الجهازيه، يبقى دي دوره كبديه. لو لقيت اي وعاء في الجسم مش تبع الثلاثه دول، يبقى دي دوره رابعه. فعلا لقينا كده، لقينا ان، بس دي مش علينا تفاصيلها طبقا لمنهج الثانويه العامه في مصر، ان احنا حضرتك نطلع الوعاء الدموي ده اللي هو الاورطه، نطلع فرع نغذي بيه عضلات القلب، يعني من القلب للقلب، مش من القلب للقلب، اقصد من القلب لنفسه. فدي بنسميها دوره قلبيه، ودي من اهم دورات الجسم، لانها بتغذي اللي بيغذي الجسم، يعني بتغذي القلب اللي بيغذي الجسم. كده يا دكتور احنا خلصنا الدوره الرئويه، عنوان مهم جدا، وخلصنا الاوعيه الدمويه، وخلصنا القلب. كده احنا بقى لنا ايه؟ اهو احنا ماشيين بمخطط، خلصنا القلب، خلصنا الاوعيه الدمويه، هناخد بقى بعدها الدم. فنبدا مع بعض الدم. قبل ما نبدا بالدم، ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير، ولو محتاج اي حاجه اكتبها في الكومنت. نكمل مع بعض. احنا عندنا هنا كده الجهاز الدوري زي ما اتفقنا عباره عن قلب، المضخه، واوعيه دمويه، والدم. الدم بالنسبه لنا سائل. بنقول ان الدم فيه سائل اللي هو بنسميه باللاتيني بلازما وخلايا. يعني لو جبنا شويه دم حطيناهم في انبوبه، اللي هيترسب تحت هو الخلايا، واللي هيفضل فوق اللي هو السائل او البلازما، عشان الوزن بتاعها خفيف. حجم البلازما اكيد اكبر من حجم الخلايا طبقا للشكل ده، حوالي 56% بلازما، وده لحكمه ربنا علشان يبقى فيه لزوجه، يعني الدم يبقى سايب عشان يعرف يمشي في الشعيرات الرفيعه. طيب نسال سؤال بقى، هل الدم سائل ولا مش سائل؟ سائل اكيد علشان يعرف يمشي في الاوعيه الدمويه. طب هل هو نسيج؟ ايوه نسيج سائل عشان في خلايا. طب في لزوجه؟ اكيد في لزوجه، طالما سائل يبقى اكيد له نسبه لزوجه. طب البي اتش بتاعته 7.4. طب اللون بتاعه احمر عشان جواه خلايا حمراء. يبقى احنا محتاجين نمسك الخلايا دي نفصصها، ونمسك البلازما ديت نعرف مكوناتها ايه. حضرتك لو جبنا مليمتر تكعيب هنلاقي فيه بلازما ونلاقي فيه خلايا. البلازما هنلاقي نسبة كبيرة جدا منها مية، والباقي بقى أملاح وبروتينات واجسام مضاده وغذاء وفضلات وحاجات اخرى. احنا مش مطلوب مننا ان احنا نركز قوي مع الحاجات دي، غير ان احنا نعرف بس نسب الحاجات دهيت، وديت سهله جدا. اما بالنسبه للخلايا مطلوب مننا كل خلايا من دول نعرف عددها قد ايه، واتصنعت فين، وبتموت بعد قد ايه. يعني خلايا الدم الحمراء في الملي لتر تكعيب حوالي من 4 إلى 4.5 مليون في الملي تكعيب، و4 إلى 5 مليون عند الرجل، وهنا ده عند الأنثى. يعني الأنثى عندها خلايا الدم الحمراء أقل من الرجل علشان بيبقى فيه دورة شهرية، فده بيقلل من عدد خلايا الدم الحمراء. أما بالنسبة لخلايا الدم البيضاء في 7000 في نقطة الملي تكعيب، وبالنسبة للصفائح 250,000. يعني مين فيهم أكتر حاجة؟ الحمراء. أقل حاجة البيضاء، والصفائح الرقم بتاعها متوسط. محتاجين نركز مع دول اهمت. دول كلهم بينتجوا منين؟ بينتجوا من العظم، من خلايا جوه العظم اسمها خلايا جذعيه. بناخد الخلايا دي نعمل لها انقسامات فبتدينا الشكل ده، وده بنسميه خلايا دم حمراء، وبتعمل لنا انقسامات بتدينا الشكل ده، وده بنسميه خلايا الدم البيضاء، وبتدينا الشكل ده، وده بنسميه صفائح. بالنسبه للعدد يا دكتور ده كام؟ قلنا من 4 إلى 5 مليون في الملي تكعيب. احنا عندنا من 5 ل 6 لتر. طب حضرتك وفي من 4 إلى 4.5 مليون عند الأنثى البالغة. طيب بالنسبة للعدد ده قلنا 7000، والرقم ده مش ثابت، هنعرف بعد شوية ان دي بتاعة مناعة، يعني بتزيد لما يكون في مرض. طيب وده الصفايح 250,000 صفيحة في الملي التكعيب. طيب بالنسبة للون حضرتك دي حمراء، ودي شفافة او بنقول عليها بيضاء، وديت اللون بتاعها برضو شبه شفاف. بالنسبة للنواة دي ما عندهاش نواة. طب دي مذكور عندنا في المنهج ان هي عندها النواة موجودة، وديت مش مركزين على موضوع النواة بتاعتها. طيب بالنسبة للوظيفة ديت جواها مادة اسمها هيموجلوبين، ودي عبارة عن بروتين زائد عنصر الحديد. الهيموجلوبين ده وظيفته
ان بيشيل الماده الكيميائيه اللي اسمها اكسجين، او يشيل الماده الكيميائيه اللي اسمها ثاني اكسيد الكربون، يشيلها من عند الرئتين للجسم ومن الجسم للرئتين. لما الهيموجلوبين يشيل الاكسجين بنسميه اوكسي هيموجلوبين، ولما يشيل ثاني اكسيد الكربون بنسميه كربامينو هيموجلوبين. كلمة كبيرة بس سهلة، كربامينو هيموجلوبين. طيب لما نشيل بقى الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، خلايا الدم الحمراء دي بتفضل بقى 172 ألف لفة طول عمرها، هي عمرها 4 شهور. يعني حضرتك كام يوم؟ 120 يوم. بعد ال 120 يوم الغشاء بتاعها بيحصل له مشاكل، فيبدا حضرتك عمرها الافتراضي بتاعها بينتهي بعد ال4 شهور، تبدا تموت. طيب بتموت فين؟ بتموت في 3 اماكن، يا اما العظام وهنا هنعمل اعاده تدوير ناخد المكونات اللي فيها ونصنع جديد، يا اما في الطحال وهناك برضو بناخد الحديد ونعمل له اعاده تدوير، يا اما في الكبد. والكبد بياخد البروتين اللي موجود في الهيموجلوبين ويصنع منه الصفرة، وانت عارف الصفرة طبقا للهضم، عشان حضرتك درست الهضم، الصفرة بتساعد في هضم الدهون. طيب كده احنا خلصنا خلايا الدم الحمراء. بالنسبة لخلايا الدم البيضاء، حضرتك خلايا الدم البيضاء انا بسميها ضابط علشان هي بتبقى موجودة داخل الوعاء الدموي او ممكن تكون خارج الوعاء الدموي، بتبقى موجودة بتراقب الجسم علشان لو لقيت حاجة غريبة زي الميكروب تبدأ تبلعه، يعني بيعمل عملية بلع، أو ممكن تفرز أجسام مضادة، أجسام مضادة علشان الميكروب لو دخل نبلعه ونخلص منه، لو هو هرب نبدأ نضربه برصاص اللي هو الأجسام المضادة، وبعد ما يضربه برصاص هو هيبدأ يقف، بعد كده نمسك الخلية دهيت وتبدأ تعمل له عملية بلع. طيب لو هو هرب بره الوعاء الدموي، ما تقلقش، الخلايا دي عندها القدره انها تطلع بره الوعاء الدموي، تتغلغل بره الوعاء الدموي، يبقى عندها القدره على التغلغل بره الوعاء الدموي. يبقى احنا نقدر نبلع، نقدر نفرز اجسام مضاده، نقدر نتغلغل، نقدر حرك لو ده طلع سم نوقف السم بتاعه. كل ده تحت عنوان اسمه ايه بقى؟ مناعه. والمناعه دي فيها حرب ما بين الخلايا ديت والاجسام الغريبه، عشان كده العمر بتاعها بيبقى صغير، بيبقى حوالي 20 يوم. يبقى احنا كده اتكلمنا عن العدد، اتكلمنا عن اللون، النواه، الوظيفه، موت الخلايا 120 يوم، وبتموت في المكان اللي بيحصل فيه المشاكل ديت. طيب بالنسبه بقى للصفائح، انا بسمي الصفيحه البرنسيسه، لان البرنسيسه ديت وهي ماشيه في الوعاء الدموي بتقول محدش يكلمني، محدش يكلمني، علشان لو حد كلمني وقفني او خلاني ممشيش بسهوله هبدا افرز ماده، هصوت، وطالما انا هصوت هلم كمان اخواتي ونصوت ونعمل مشكله في الوعاء الدموي. تعالى كده نشوف، يعني لو حصل قطع في الوعاء الدموي البرنسيسه دي هتقف عند القطع ده وتبدا تصوت وتبدا تفرز ماده كيميائيه، ويجي اللي زيها يقف معاها ويفرز نفس المادة. المادة دي هتعمل خطوات كيميائية لغاية ما تكون حاجة هنا كده، هنسمي الحاجة دي جلطة، والجلطة ديت هتمنع الدم انه يخرج. يبقى دي ميزة ولا عيب؟ ميزة طبعا، ان احنا مش هنخلي يحصل نزيف، بس ممكن الجلطة دي تتكون في الوعاء الدموي فتسد الوعاء الدموي وبناء عليه نروح المستشفى. يبقى دي ليها ميزة وليها عيب. الميزة انها تسد الوعاء الدموي وتسد القطع، اما العيب انها تسد الوعاء الدموي نفسه. طيب عايزين نعرف بقى خطوات تكون الجلطة. انا لو عندي دلوقتي صفائح وقابلت مشكلة، البرنسيسة قابلت مشكلة، هتفرز مادة، وليكن المادة دي س اللي هي تقعد تصوت كده وتفرز مادة. المادة س ديت هتحول مادة كيميائية موجودة في الدم اسمها أ إلى مادة ب. يعني الصفائح لما تكون موجودة هتفرز مادة س، المادة س هتحول المادة أ للمادة ب. المادة ب هتحول المادة 1 إلى المادة 2. المادة 2 دي هنسميها الجلطة. نسأل سؤال يا دكتور، أنا علشان أكون الجلطة لازم يكون عندي المادة 2. طب المادة 2 كان شكلها إيه؟ 1. مين اللي هيحول 1 ل2؟ هي ب.
طيب ب ديت في الدم كانت على شكل ألف، مين هيحول ألف إلى ب؟ هي س. طب س دي مش موجودة في الدم، مين اللي هيفرزها؟ الصفائح. إمتى؟ لما يكون في قطع أو عوامل تجلط فتبدأ تفرز المادة س. مسميات المواد دي كلها علينا، نركز بقى، احنا كده فهمنا، ناخد المسميات لأن هي صعبة شوية. المادة الأولانية دي اسمها ثرومبوبلاستين. المادة ديت اسمها بروثرومبين، والمادة دي اسمها ثرومبين، والمادة اللي تحت دي اسمها فيبرينوجين، والمادة الأخيرة اللي هي بتكون الجلطة اسمها فيبرين. طيب كده تاني، الصفائح تفرز ثرومبوبلاستين يحول بورثرومبين لثرومبين، الثرومبين يحول فيبرينوجين لفيبرين، الفيبرين يتراكم على بعضيه فيعمل الجلطة. سؤال بقى، الثرومبوبلاستين اتكون من الصفائح، اما البروثرومبين مين اللي كونه؟ الكبد. يعني الكبد شارك معانا كذا مرة، الكبد يشارك معانا في المنهج، شارك معانا في الهضم، شارك معانا في ترشيح الغذاء، شارك معانا في تكوين الجلطة. فهو افرز بروثرومبين، بس هو عشان يفرز البروثرومبين لازم ناكل فيتامين كي عشان هو يفرز البروثرومبين عشان يعمل الجلطة. بس انت عشان تحول بروثرومبين لثرومبين محتاج هنا ثرومبوبلاستين، ومحتاج كمان كالسيوم، محتاج كمان عوامل تجلط. يعني الخطوة دي مش هتحصل الا لما يكون في كذا شرط. طيب انا دلوقتي لو انا هكون الجلطه دي في الجسم، خايف لبقيه الجسم يكون جلطه، يعني التفاعل ده حصل في مكان معين نتيجه جرح، ممكن بقى في باقي الجسم يحصل برضه جلطه نتيجه المواد دي تنتشر في الجسم. ما نقلقش، حكمه ربنا ان الكبد ده بيفرز برضه ماده تانية اسمها هيبارين، والهيبارين ده بيوقف الخطوه دي. يعني الثرومبوبلاستين يشغل الخطوة دي والهيبارين يمنع الخطوة دي. جسمنا كله فيه هيبارين نتيجة افراز الكبد المستمر للهيبارين. بس الحكمة ربنا في المكان اللي فيه المشكلة هيبقى فيه افراز ثرومبوبلاستين كتير جدا، فيبدأ الثرومبوبلاستين يتخانق قصاد الهيبارين، فالثرومبوبلاستين في المكان ده هو اللي يكسب، لكن في بقية الجسم الهيبارين هيبقى اكتر فهو اللي يكسب. اذا الجلطة مش هتحصل الا في مكان معين اللي فيه ثرومبوبلاستين كتير. ده كده وظيفة الصفائح، نقدر نقول انها تكون الجلطة عشان تمنع النزيف يعني تحمي القلب. وظيفة الخلايا الدم البيضاء وظيفتها مناعة عشان تحمي الجسم من الميكروبات، يبقى ده بيحمي الدم نفسه، ده بيحمي الجسم من الميكروبات، وديت حمل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. لو حضرتك الحاجات دي ماتت بنجددها من هنا. احنا راجعنا الاعداد وراجعنا اللون والنواه والوظيفه. بالنسبه لموت الخلايا دي بتقعد فتره كبيره، دي بتقعد 20 يوم، دي بتقعد 10 ايام، لان سهل جدا انها تتكسر. طيب احنا كده خلصنا الدم، عايزين بقى ناخد الجهاز الليمفاوي سريعا. حضرتك الجهاز الليمفاوي نقدر نختصره في الصورة دي، ان انت عندك هنا اوعية زي الجهاز الدوري، وعندك سائل جاي زي الجهاز الدوري، بس هنا ما عندكش قلب، عندك حاجة اسمها عقد. يبقى انت عندك اوعية ليمفاوية، عندك سائل اسمه لمف، وعندك حاجة اسمها عقدة ليمفاوية. الجهاز ده ينفع يستخدم للنقل عشان احنا بنشرح النقل؟ لان هو فيه اوعية وفيه سائل، نفس الجهاز الدوري فيه اوعية وفيه سائل، يبقى عندنا جهازين بينقلوا، بس ده الاكثر دقه في عمليه النقل. والليمف بما انه فيه اوعيه ينفع ننقل فيه حاجات، عشان كده مهتمين جدا بدراسه الجهاز الدوري تحت عنوان النقل. لكن لما ناخد عنوان المناعه هندرس الليمف او الجهاز الليمفاوي، لان هو مليان خلايا دم بيضاء. يبقى الليمف ده فيه بلازما زي الدم، وفي خلايا بس ما فيهوش خلايا حمراء ولا صفائح، فيه خلايا دم بيضاء. اذا لون الليمف مش احمر، الليمف مش يعمل جلطه، الليمف يعمل عمليه مناعه عشان في خلايا الدم البيضاء. طيب حضرتك لو فينا ميكروب تبدا خلايا الدم البيضاء تصطاده جوه العقده وتبدا تدمره، فالليمف يطلع نظيف. اذا العقده الليمفاويه هنسميها مصفاه، يعني بتصفي الليمف من الميكروبات او الاجسام الغريبه من الجسم. كده يا دكتور احنا خلصنا المنهج كله بتاع النقل. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هشرح لك التنفس في الانسان والتنفس في النبات. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ولو محتاج اي حاجه اكتب في الكومنتات. السلام عليكم.